هو البوتوكس يقدر يعمل لي بشره زجاجيه فعلا يا دكتور؟ اول واشهر استخدام للبوتوكس هو الحقن في خطوط الجبهه وخطوط الضحكه اللي حوالين العين وخطوط التكشيره اللي ما بين الحاجبين، اللي انتوا بتقولوا عليها 111 لما تحبوا تتنمروا على بعض. ودي بقى بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها كروز فيت، يعني رجل الغراب لا مؤاخذه. الدكاتره متنمرين وانتوا متنمرين، في ايه؟ ارحموا نفسكم شويه. المهم ان البوتوكس بيعالجها يعني. كمان ممكن نستخدمه في رفع الحاجب عن طريق ان احنا نحقن في عضلات معينه بتشد الحاجب لتحت. الاستخدام الثالث ان هو بيتحقن عشان يحسن من حاجه اسمها الجامي سمايل او الابتسامه اللثويه، يعني الناس اللي ضحكتها واسعه قوي ما شاء الله فالشفه العليا بتترفع جامد مع الضحكه، بتبين السنان كلها واللثه. لما بنحقن بوتوكس بنحسن الموضوع ده شويه. الاستخدام الرابع ان احنا نحقنه في عضلات المضغ اللي بنعالج بيها حالات تضخم الفك او الناس اللي عندها تزييق او جز على الاسنان مزمن، وده بالتالي يضعف العضله ويساعد في تنحيف الفك وتخفيف الضغط على المفصل الفكي. خامس استخدام هو حالات عدم تناسق الوجه، مثلا لو ناحيه من الشفه نازله اكتر من الثانيه او حاجب مرفوع اكتر من الثاني، فعن طريق الحقن في اماكن استراتيجيه واضعاف عضلات معينه ممكن نعمل توازن للمشكله دي. سادس استخدام للبوتوكس هو علاج الماريونيت لاينز او خطوط العبوس اللي الناس بيبان عليها طول الوقت ان هي زعلانه بسبب الخطين اللي هنا دول، فبنحقن في عضله معينه بتشد زاويه الفم للاسفل فبالتالي الخط ده بيتحسن. ده غير رقم 7 ان هو ممكن يعالج التجاعيد اللي بتظهر حوالين الفم واللي بنسميها سموكرز لاينز، عاده بتظهر عند المدخنين او بتظهر برضو مع السن عشان في ناس عندهم العضله اللي حوالين الفم دي قويه بطبعها.